السلام عليكم. لو عايزة تعملي بيتي فور طعمه حلو وبطريقة مضمونة وتتفادي الأسباب اللي بتخليه ما ينجحش، اتفرجي على الفيديو ده. ما تجريش أي حاجة في الفيديو ده لأن كل خطوة فيه فيها ملاحظات مهمة. يلا نشوف بقى هنعمله ازاي. معايا 300 جرام سكر بودرة، كمان 4 بيضات يكونوا بدرجة حرارة المطبخ، مش عايزاهم يكونوا ساقعين، وفانيليا. الفانيليا اللي معايا فانيليا سايلة، ممكن كمان استخدم الفانيليا البودر. هحط بقى كده معلقة كبيرة فانيليا على البيض واقلبها. معايا كمان 800 جرام زبدة. الزبدة عايزاها تكون ساقعة، اكون لسه مخرجاها من التلاجة وقت ما اجي اشتغل بيها. معايا كمان كيلو دقيق منخول. الدقيق اللي استخدمه يكون دقيق نوع كويس، وافضل دقيق نستخدمه في البيتي فور هو دقيق الكعك والحلويات. ممكن الزبدة اقللها اخليها 750 جرام، يعني كيلو الا ربع. معايا كمان رشة صغيرة جدا ملح، احطها على الدقيق واقلبه. معايا بقى كمان معلقتين كاكاو خام، ده لو انا عايزة اعمل بيتي فور بالشوكولاتة. لو انا عايزة اعمله كله ابيض مش هنحتاج الكاكاو. الكوباية اللي انا معايرة بيها السكر هي الكوباية اللي بنعمل بيها الشاي، اللي هي موجودة في كل بيوتنا. دي معيارها 200 جرام، يعني 300 جرام هيبقوا كوباية ونص. اجي بقى كده في طبق اشيل معلقتين دقيق واحطهم على الجنب. بس هي دي المكونات اللي هنحتاجها. اجيب بقى كده الزبدة واحطها في طبق، واجيب المضرب الكهرباء وابدأ الينها. الزبدة عشان بتبقى ساقعة بتبقى جامدة شوية وناشفة، بس هنحاول فيها كده واحدة واحدة لحد ما تلين معانا. الزبدة اهي لانت معايا. اضيف بقى السكر، اهدي السرعة على اقل حاجة واضرب كده بالراحة عشان السكر بس مش يطير، لحد ما يبدأ يختلط شوية بشوية في الزبدة. ارجع اعلي السرعة تاني على اعلى حاجة. انزل بقى كده اللي على الجناب واكمل ضرب. اضرب بقى كده السكر والزبدة لحد ما الاقيهم امتزجوا واللون بقى فاتح كده وعملوا فوم وحجمهم زاد. ابدأ اضيف بقى البيض شوية شوية، مش هنزل بالبيض مرة واحدة، شوية شوية واضرب على اعلى سرعة. انا كارلا، ودي قناتي كارلا في المطبخ. لو عجبكم القناة دوسوا اشتراك ولايك. لو مشيتوا على الخطوات دي مظبوط وركزوا في كل تفصيلة، ان شاء الله هتعملوا بوتي فور طعمه حلو وناجح.
انزل بالبيض بقى كده شوية شوية واكمل ضرب. انزل اللي على الجناب بالمعلقة واكمل ضرب. بس كده البيض اختلط بالسكر والزبدة. اشيل بقى المضرب خالص كده، دوره انتهى. اضيف بقى الدقيق كله مرة واحدة وابدأ كده بالمعلقة اقلب بالراحة جدا. انا مش هعجن، انا عايزة اقلب بالراحة جدا. العجن او التقليب الزيادة قوي هيبوظ معانا البيتيفور. هقلب بالراحة جدا مجرد ان انا اخلط الدقيق ببقية المكونات. انا بقلب بالمعلقة دي لانها بتبقى لينة جدا في التقليب عن المعلقة المعدن. بس كده الدقيق اختلط ببقية المكونات. مجرد ما الاقي الدقيق اختفى اوقف تقليب. انا بقلب بس لحد ما الدقيق الاقيه اختفى، مش بعجن. اجي بقى في الخطوة دي كده، لو انا عايزة البيتيفور يبقى نصه سادة ونص شوكولاتة، اقسم العجينة نصين. قسمتها كده نصين كده بالنظر، او لو انا عندي ميزان اقدر اوزنها على الميزان. احط بقى كده على نص معلقتين الدقيق اللي احنا كنا شلناهم في الاول واقلبهم. واجي على النص التاني احط معلقتين الكاكاو واقلبهم. كده هنضمن ان العجينة في الجزئين بنفس القوام، عشان مش يبقى فيه جزء تقيل وجزء خفيف. كمان الخطوة دي بتضمن نجاح العجينة. ابدأ بقى كده في الصاجات او في صواني من غير ما ادهنهم اي حاجة. ابدأ اشكل عجينة بالقمع وبالنقشة بتاعة البيتيفور. ابدأ اشكلها كده حتة حتة. كده انا عملت اهو الصاج كله. احطه بقى في الفرن. فرن اكون مسخناه قبلها ب5 دقايق على الرف اللي في النص على درجة حرارة 180. مجرد ما البيتيفور الاقي الحواف بتاعته بقى لونها ذهبي اشيله على طول. لازم اتابعه مش انساه. خد معايا في الفرن من 10 دقايق لربع ساعة. مجرد ما الاقي لونه ذهبي اشيله على طول، مش اسيبه اكتر من كده. لما اجي اعمل البيتيفور الشوكولاتة لازم احط في الصينية بيتيفور من الفاتح عشان اقدر من خلاله احكم على التسوية واظبط التسوية. اشكل البيتيفور وادخله الفرن على طول، مش اركنه. كمان لما اجي اعمل عجينة واشكله لازم ما يكونش المكان سخن. لو عملت العجينة وشكلت في مكان سخن هيطرد الزبدة وده هيبوظ البيتيفور. كمان ما بنحطش بيكنج باودر على البيتيفور. شايفين بقى كده البيتيفور بعد ما طلع لونه فاتح ازاي، تسويته مظبوطة وهش. كمان بيتيفور الشوكولاتة لو مشيتوا على الخطوات دي مظبوط ان شاء الله البيتيفور هينجح معاكم وهيطلع مظبوط جدا. تعالوا بقى نزينه مع بعض. في اناء احط مية سخنة واحط فوق الاناء طبق كده واحط فيه شوكولاتة ومعلقة سمنة، وابدأ اقلب كده في الشوكولاتة لحد ما تسيح معايا. اجيب بقى كده مربى باي طعم نحبه. معايا بقى كمان جوز هند وسوداني مجروش وشوكولاتة فرماسيل. سوداني مجروش يعني مفروم بس مش فرم ناعم جدا. واقدر ازين كمان باي حاجة انا احبها. احط بقى كده
جزء صغير جدا مربى وحطهم على بعض. احط البيتي فور في المربى، ازينه باي مكون احبه. ساعتها بيبقى طري، بس بعد شوية بلاقيه بيتماسك. اللي يحب البيتي فور يبقى ناعم ممكن يزود معيار الزبدة شوية، يخليها 850 جرام، وممكن كمان يقلله شوية يخليهم 750 جرام، يعني كيلو الا ربع. انا هنا مستخدمة 800 جرام. لازم الزبدة تكون ساقعة ولسه مطلعاها من التلاجة وقت ما اجي اشتغل بيها، والبيض يكون بدرجة حرارة الغرفة. ممكن نشكل بيتي فور بأي شكل نحبه، الشكل الطويل ده أو الشكل المدور الصغير. البيتي فور بعد ما بيدخل الفرن حجمه بيزيد شوية. شايفين بقى كده البيتي فور بعد ما زيناه؟ شايفين شكله جميل ازاي؟ ما تنسوش وانتوا بتعملوه تصلوا على النبي. بألف هنا.